أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: تعرف على موقف الأهلي من التعاقد مع المهاجم الجزائري نزير بوعلي. كشف مصدر من داخل النادي الأهلي عن الحقيقة بشأن ضم نزير بوعلي لاعب نادي جيور المجري. أكد الأهلي على أن بالفعل المهاجم الجزائري واحد من ضمن الأسماء اللي على رادار الأهلي حاليا بقوة، خاصة بعدما رفض المدرب الدنماركي فكرة التعاقد مع مونزيالو. تم عرض المهاجم على جيستروب وهناك شبه اقتناع باللاعب، ولكن المدرب الدنماركي طلب المزيد من الوقت للحكم على بوعلي ده بشكل كامل قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن ضمه. خبرنا الثاني: نادي فالنسيا الأسباني أرسل عرض رسمي بالفعل لأليو ديانج في الساعات الماضية. تلقى النادي الأهلي في الساعات الماضية عرض رسمي من نادي فالنسيا الأسباني لشراء أليو ديانج في شهر يناير الجاري. العرض يصل إلى 550 ألف دولار لشراء ال6 شهور من عقده، وحاليا النادي الأهلي بيدرس بالفعل إمكانية الموافقة على بيعه. خبرنا الثالث: سيراميكا يطلب قطع إعارة أحمد رمضان بيكهام أو ضم أحمد عبدين. طلب نادي سيراميكا كليوباترا من النادي الأهلي قطع إعارة أحمد رمضان بيكهام في شهر يناير الجاري أو الحصول على خدمات أحمد عبدين بشكل نهائي، نظرا لأن أحمد عبدين عقده ينتهي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي. يعني عبدين ما ينفعش يمشي على سبيل الإعارة إلا لو جدد عقده مع الأهلي وبعد كده يرحل على سبيل الإعارة. خبرنا الرابع: رفع اسم أشرف داري من القائمة. تعرف على ما حدث. أكد النادي الأهلي على أنه تم رفع بالفعل اسم أشرف داري من القائمة الأفريقية والمحلية، وتم تسجيل يوسف بالعمري بدلا منه، وتم الاتفاق مع داري على رحيله على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور. خبرنا الخامس: النادي الأهلي يكشف عن اقتراب رحيل جراديشار للدوري المجري. نادي أويبست المجري توصل الاتفاق على ضم جراديشار على سبيل الإعارة بنية الشراء، والنادي المجري سيتكفل براتب جراديشار كامل في فترة الإعارة، بينما بند أحقية الشراء بنهاية الموسم هيكون 2 مليون يورو، وسيتم تفعيل هذا الاتفاق فور تعاقد الأهلي مع مهاجم بشكل رسمي.